الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن الاحوال. طبعا بقى ايه، انا نزلت لكم روتين السوق اللي كنا رايحين نجيب فيه الفراخ وما جبناهاش. ان شاء الله هنجيب الفراخ واعمل لكم الدوره معاكم واحده واحده ان شاء الله. وهو يعني يمكن جه وقت ان مثلا ما اجيبش الفراخ معاكم في قلب الفيديو، عشان لو حد يقدر يروح يجيب دوره الفراخ ويمشي معانا واحده واحده، علشان خاطر الناس تبدأها معايا كده واحده واحده ونمشيها مع بعض. طبعا التربيه في البيت بتختلف وبتبقى زي الفل وزي العسل. حط لايك للفيديو. النهارده بقى كنا جايبين شويه طماطم كده من السوق، طماطم غاليه زي ما انتم عارفين، الكيلو ب 12 ونص. بس والله احنا جبنا شويه وقت الكيلو ونص ب 10 جنيه، يعني هي جامده اهي. بس والله يا محمد لما اشوفك السوق الجاي قايله له ما يحطش الطماطمايه اللي فيها حته صفرا ده اهي، ماشي اهو. دي بقى ايه عيبه ان الست هي اللي ما تنقيش، وانت زمانك سامعني يا محمد بقى وانت بتتفرج على القناه، تمام؟ اقول لك ما تحطش الحبايه اللي فيها حته صفرا عشان عايزاها للطبيخ، مفيش فايده فيها. الطماطم زي الفل اهي وزي العسل اهي وسليم اهي والله. دي بتبقى ايه وش القفص، باخدها بقى اغسلها وبنقطعها. في ناس بتسوي الطماطم زي التسبيكه، انا مش بحبها. يعني الناس اللي متابعاني في القناه عارفه ان انا ما بسبكش الطماطم. ليه بقى؟ لان احنا كده كده بنعملها تسبيكه للاكل، فكده كده انت بتسويها على النار هتبقى زياده قوي وبتبقى محفظه كده في الطبيخ وما بتبقاش حلوه. فبحطها زي ما هي. دي كانت حبايه طماطم كنت واخده نصها وبنصها، ودي كمان اهي والله. مش اي حاجه خساره، بس حط لايك للفيديو كومنت حلو. طبعا ما بقول لكم ما بسويهاش ليه بقى، علشان انت كده كده بتروحي تسبكيها على النار. الطماطم اهي، حبايه الطماطم زي العسل اهي، شايفين؟ اهي ربط وش القفص بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي، لا حمضانه ولا بايظه ولا حاجه. طبعا الطماطم غاليه اليومين دولت، لو تقدري بقى كل ما تجيبي حاجه كده تجيبي لك 2 كيلو الطماطميه اهي. يا دوبك بتبقى ايه، بتبقى الزنقه بتاعه القفص بس. هنمسكها بقى ايه، نغسلها ونقطعها ونعملها في الاكياس بتاعتها. كمل بقى ايه الروتين معاكم كده، روتين سهل وبسيط كده ان شاء الله يا رب يعجبكم. بس ما تنسوش تحطوا اللايك والشير للفيديو، ويا ريت حبايب قلب الكومنتات بتاعتكم الجميله. الناس اللي بتخش الكومنتات كده خفوا بقى شويه علينا العمل، عايزين نشوف شغلنا ونشوف اكل عيشنا ونشوف حياتنا ونرجع لروتيناتنا بتاعت زمان، الفيديوهات الجميله اللي احنا تعرفنا بيها. الحمد لله عندنا محتوى، بنقدر نعمل محتوى. مش مستاهله ان احنا نعمل حوار ولا نتكلم في حاجه عشان نعمل محتوى ابدا. والله زاهيه من يوم ما فتحت قناتها الحمد لله مش بتاعت حوارات، ولا بتعرف تعمل حوارات عشان تجيب مشاهدات، ولا علشان خاطر قناتها تشتغل. زاهيه قناتها قعدت 2 سنين شغاله ما شاء الله عليها، وزي الفل بمحتوايا. فالحمد لله الحمد لله ان انا بشتغل وبعمل محتوى الناس بتتبسط منه. يا ريت نخف بقى الحوارات والكلام، كل واحد يشوف شغله وكل واحد يشوف اكل عيشه ويشوف حياته بقى، وفككم من الحوارات اللي شغاله ديت. انا مش عارفه ما هبطوش، اقسم بالله هبطنا والناس زهقت وانا زهقت والله. ده انا حاسه يا ولاد ان احنا ايه، شفت موضوع اسرائيل وفلسطين اللي مش عاوز يخلص. انا حاسه ان احنا كده، فربنا يهدي الامور لنا ولكل الناس. في ناس بتتهم قناه معينه، انا مش عايزه اجيب اسمها عشان ما حدش يقول لي انت متحازه لحد. القناه ديت ما كانتش السبب بيني وبين اهلك مشاكل، وما هياش السبب في المشاكل اللي بيني وبين اهلي، لان انا ما فيش بيني وبين مشاكل بين اهلي اصلا. هي المشكله في الاول وفي الاخر كانت علشان القناه اللي اتعملت عندي في هنا وما نفعتش، وانتوا عارفين هي كانت معموله لمين. اما مشاكل والكلام ده كله انا مش عارفه، وكم مره طلعت بدل المره كذا مره اقول لكم يا جماعه ما فيش حاجه، اتكلموا في المحتوى بس عندي. عشان القناه اتعملت عملت خير يتقلب عليا شر. تقول لا بقى عايزين نبطل الحوارات والكلام الخايب اللي ملوش لازمه ده وشوفوا شغلكم. يبقى حبايب قلب زي ما انتم شايفين انا قطعت الطماطم اهوت، وشوفوا ما شاء الله الطماطم حمرا ازاي. دولت بقد ايه دولت؟ احنا كنا جايبين دول بكام؟ دول ب 30 جنيه بقى. طيب ب 30 جنيه خلينا هنعملهم 4 اكياس. ايه هنعمله زي ما قلت لكم يا جماعه الخير. انا بس بقول لكم ايه بقى، بقول لكم ان مفيش حد كان سبب المشكله بيني وبين اهلي، ومفيش قناه بيني وهي اللي عملت المشكله، مفيش خالص، لان مفيش اصلا مشاكل يا ولاد. على فكره كل واحده في بيتها، كل واحده في شغلها، وكل واحده قافله عليها بابها. انا بتفاجئ بصراحه من اللي بيتقال، يعني كل واحده في دارها، كل واحده بتشوف شغلها، كل واحده بتشوف حالها. اجي ابص الاقي الدنيا قايمه وقاعده ليه ما اعرفش. فسيبوا كل واحد في حاله، وكل واحد يشوف شغله، وكل واحد ربنا يعين كل واحد على حاله. واهدوا كمان، خلي الدنيا تهدى، خلي الدنيا تهدى كده. عيب 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 يعني. خلاص سيبوا الملك للمالك، وربنا اللي بيحاسب العباد، محدش بيحاسب حد.
كده يا حبايب قلبي اهو. هعبي بقى الطماطم دولت هعملهم ايه 4 اكياس 5 اكياس زي ما تيجي، لان انا كده ايه بحط شويه صلصه مع التسبيك كده اهو كده. والله انا ما بحبش الطماطم الحمراء قوي، لو يوم محشي ولا حاجه. انا جبت الشبت النهارده عشان ادور على المحشي، لقيت الكرنب الراجل فطش. كان في كرنب في السوق بس كانت الكرنبايه صغيره. كان في واحد في اول السوق كان معاه الكرنبايه بالصلاه على النبي كبيره كده، قلت اجيبها لقيته مش يلا نعبي الطماطم بسم الله اهي. طبعا بقى حبايب قلبي انا كنت جايبه فلفل من السوق، طبعا جايبه الكيلو ده بقى. شوفوا شطاره زاهيه بقى، جايبه الكيلو ب 10 جنيه، والله كان في السوق ب 20 جنيه. رحت عند واحد كده كنت بصور معاه اول ما كنت فاتحه القناه خالص، بقول له بايه يا عم رضا؟ قال لي ب 10 جنيه. جبت منه 2 كيلو ب 20 جنيه اهوت بقيمه كيلو. والطماطم زي ما انتم شايفين برده قطعتها وقسمتها في اكياس على قد الطبخه بتاعتي اهي، على معلقه صلصه والدنيا بتمشي وزي الفل. يعني دول ب 30 جنيه عملتهم كام؟ 5 اكياس. هعمل ايه بقى؟ الحاجه غاليه بس يلا كله يهون يا ولاد، والله الحاجه غاليه الحاجه رخيصه، الدنيا بتمشي والايام بتمشي وربنا يعدها علينا بسلام. والله همسك بقى ايه، انتوا عارفين بقى ايه، احنا فلاحين لازم المشي ده عندنا مقدس. فانا كنت قبل ما نروح المصيف كنت انا مصفيه المشي معاكم في فيديو ومظبطاه زي الفل، بس اللي فيه لا جبنه ولا فلفل. فانا قلت اجيب ال2 كيلو دول احطهم برضو، اللي عاوز ايه منه بيجي وياكل، جالي الضيف ويبقى نفسه ياكل المشي بطلع له منه. فكل حاجه موجوده في البيت خير. حطوا لايك للفيديو حبايب قلبي. هخلص بقى زي ما انتم شايفين الفلفل مش بيتغسل بميه، بمسكه في فوطه نظيفه اهي بمسحه، لان المش غلط ان انت يجي عليه ميه. تمام اهو عشان بيبقى ريحته بتغير. والناس برضو اللي سالت وقالت المش في البرطمانات بتبقى نصها المش فوق وفي ميه تحت في البرطمان، ده حبيبه قلبي لان هو مش محطوط في بلاصي، مفيش فيه فوق البلاصي بيبقى فخار، فبيرشح الميه اللي فيه دي بتنزل بره. اما عشان فيه مسام طبعا، اما البرطمان هينزل الميه دي فين؟ والمش خفيف فبيطلع على وش الميه فوق، ويبقى المش تحت ميه وفوق مش. فدي ميزه بقى ان البلاصي بيبقى حلو في الجبنه والمش، ان هو بيطرد الميه. انت لما بتحط الفلفل ده بينزل ميه، بيشد ملح من المش وبينزل ميه. ولما تحطي مثلا فلفل لازم تزودي شويه ملح، لو لقيت المش ملحه زياده شويه خلاص تمام. فانا زي ما انتم شايفين اهوت هشتري القمع بتاع المش وبفتحه فتحه صغيره كده اهوت، وبعد كده ننزل نحطه في المش ونكمل الفيديو بتاعنا. يلا طبعا بقى يا حبايب قلبي انا فتحت الشطه ومسحتها ونضفتها. وطبعا النهارده السوق، يبقى السوق يبقى فيه ايه يا يوسف؟ بطاطا. ويبقى فيه ايه يا يوسف؟ سامح. ويبقى فيه ايه يا يوسف؟ مش مش هنا بقى حبايب قلبي قلت انا كده كده هنزل تحت علشان احط الفلفل، لان انا نزلت طبعا البلاصي فوق على السطح. اما الجردل اللي انا بحط فيه المش والجبنه اللي احنا بنستعملها هنا طبعا انا نزلته تحت عشان انا كنت بفضي الشقق بتاعه الولاد وكده، وقلت انزله تحت. فكده كده انا هنزل تحت بدل ما انزل وارجع اطلع تاني. قلت بقى ايه نغسل البطاطا دي ونشويها بقى كده في الفرن ونعمل الغدا بتاعنا النهارده كده معاكم. ومعلش بقى انا مهشلكوا بقى الايام كلها زي ما بتمشي معايا، زي ما انا كنت ماشيه. يعني بيبقى في اليوم في الاسبوع كده مرتين سمك، فهنجرب الدنيا تبقى ماشيه معانا ازاي. يعني هنا غسلت البطاطا ديت انا جايبها ب 20 جنيه بطاطا، ما عملتهاش كلها لان عندنا الولاد بيحبوها ايه؟ بيحبوها ايه؟ طريه، بيقشروها وبياكلوها. فانا بحبها مشويه. فالبطاطا بتاعتنا غسلتها اهي، هنحطها هنا اهو في جنب. وتعالوا بقى ايه اوريكم السمك اللي انا جايباه بقى. انا بحب ايه؟ بحب السردين الصغير ده اهو. طبعا ده بيجي ده الموسم بتاعه، هتلاقوه كتير قوي في السوق. ده بيتعمل صينيه وكمان بيتخلل، بيبقى حلو قوي قوي. الصلاه على النبي، حبه السردين كده ايه فله، بموت في السردين انا يا ولاد. فانا جبت نص كيلو سردين اهو. هوريكم برضو هعرفكم انا بشويه ازاي عشان ما يتكسرش مني. تمام اهو. تمام كده اهو. نص كيلو حلو قوي قوي، ده انا هاكل منه لما اشبع. يا رب استرها علينا
طبعا دي السمك بقى اللي احنا جايبينه برضو، شايفين السمكه دي ب70 جنيه ما شاء الله عليها يعني. كنا الاول بنجيبها الكيلو ونص ب10 جنيه، زادت شويه كانت ب10، زادت شويه كانت ب15، ما شاء الله عليها دلوقتي طلعت المزاد وبقت ب70 جنيه. حد يزود الشهر الجاي ان شاء الله، الشهر الجاي ايه يوم السوق بس ان شاء الله الجاي هنلاقيها المزاد عيله وبقت اعلى من كده ب 120 جنيه. الزبق بنزيد الطق 2 يا يوسف. كده بغسل الخياشيم بتاعته اهي. هي السمكه الصلاه على النبي نضيفه وزي الفل. هقدم لكم الروتين بتاعنا كل يوم بيوم زي ما ربنا ييسرها كده معايا. انا زي ما قلت لكم انا مش شيف والله يا جماعه الخير، انا ست بيت عاديه خالص واللي ربنا بييسره عليا بعمله معاكم. يوم ما فتحت قناتي قايله لكم روتينات ست فلاحه عاديه خالص، مش شيف بتيجي في التلفزيون، يعني اللي موجود في بيتي همشي الدنيا كلها بيه. تمام. اما بالنسبه بقى يا جماعه الخير المشاهدات والكلام ده كله سيبها على الله، احنا بادئينها من الصفر، من كان 0 مشاهدات و0 متابعين، وربنا كرمنا، مفيش حاجه بعيده عن ربنا، والحمد لله القناه ما زعلتنيش في شيء، ربنا رضاني منها وبسطني الحمد لله، فمش زعلانه يعني. غيري لسه في قناته وزميلي وزمايلي كانوا معايا، الحمد لله الحمد لله، انا ربنا رضاني وربنا كرمني وربنا فتحها عليا من القناه، يعني انا مش زعلانه من القناه، يعني حتى لو المشاهدات بتاعتها دلوقتي مش قوي عادي، الارزاق بتاعت ربنا. وزي ما قلت لكم برضه انا بشتغل في القناه حبا للشغل فيها، واحنا حابين القناه حتى لو هو فيها ايه. المشاهدات يا اولاد ده الارزاق بالله، يوم ليكي فوق ويوم تحت، زي ما قلتها لكم قبل كده. ربنا قادر زي ما بيرفع بينزل. انا كنت بجيب ملايين المشاهدات في الفيديوهات ايام ما كنت انا لوحدي، تمام. فالحمد لله رضا على ربنا يجيبه. يمكن ربنا عمل لي كده في القناه، يمكن ربنا حاش عني حاجه كانت جايالي، الحمد لله رضا مستوره ومعانا ومبسوطين وربنا كرمنا ومعانا رزقنا والحمد لله مستورين العمر كله، لا سواء بالقناه او من غير القناه. لو كنتوا تدوروا على المشاهدات يعني او انني على المشاهدات، والله العظيم يا اولاد على المشاهدات وتكلفت على القناه ولو كده، والمصحف كنت قفلتها من الصبح، بس احنا ربنا راضينا الحمد لله ومستورين الحمد لله وما اديناش ايدنا لحد الحمد لله، وربنا كرمنا قوي 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 فوق ما تتخيلوا. اما شغل القناه عشان احنا بنحب المتابعين بتوعنا. المشاهدات بقى عادي يا جماعه، عدنا ان بادئه من الصفر خالص يا اولاد. المهم خليكم معانا بقى وحطوا اللايكات بتاعتكم بقى جميله، تمام. ويلا حبايب قلبي ننزل بقى نشوي السمك بتاعنا ونشوي البطاطا ونشوف هنكمل شغلنا ازاي. نزلنا تحت غسلنا السمك وغسلنا البطاطا وغسلنا السردين، وكمان عملنا الفلفل اهوت والطماطم كمان فرزناها، ودي التمليحه انا عملتها معاكم قبل كده. طبعا المش بتاعنا اهو بالصلاه على النبي زي الفل وزي العسل، وانا كنت مصفياه معاكم، شايفين شكل المش عامل ازاي زي الفل. هاخد بقى الفلفل ده اهو احطه فين في المش، ريقي بيقوم جاري اصلا في المش ده والله. بحب المش انت يا زي؟ بحب المش والله. هنعمل ايه بقى، احنا اتعودنا عليه وحلو، واحنا الشعب المصري اصلا وبالذات الفلاحين مشهورين بموضوع ايه المش ده. شايفين عسل 3 ايام وتاكلي منه. لو لقيت المش بتاعك عايز ملح زوديه، بس انا بصراحه كنت مزوداه وانا بظبطه فهو حادق قوي قوي يعني. كده خلاص حبايب قلبي حطيت الفلفل، هعين بقى المش واغسل ايدي ونرجع بقى نحط البطاطا تتشوى وكمان نشوي السمك بتاعنا. هنا كده عينت المش بقى ونشوي السمك. طبعا انتوا كلكم عارفين طريقه شي السمك، والناس اللي بتقول السمك محروق، يا جماعه الخير مش محروق ولا حاجه، هو السمك ده الرده اللي احنا هنبقى حاطينها ديت هي بس اللي بتاخد لون عشان السمك يتشوى، تمام. والسردين برده هشوي معاكم بطريقه ثانيه كده برده علشان خاطر ايه هقول لكم انا بعمل لها ايه عشان ما تتكسرش منكم برده وتبقى سهله ان هي تطلعوها من الفرن معايا، تمام. انا بس بجيب السمك دوت من الرد علشان ايه الرده دي ما بتخليش السمك يلزق، ولازم الفرن يكون سخن قوي. بسم الله اللهم اكفنا شر النار وعذابها. بقى ايه نحط ديت الجهه الثانيه دي كده برده عشان يطلعوا جواه.
احنا عندنا ابو محمد لو اكلتوه كل يوم سمك ما بيقولش لا. احلى حاجه السمك المشوي. عندنا العيال يقولوا لا مش عايزين ناكل سمك. يعني كان عندنا ضيوف مره ولقيت برضه حد فيهم ما بياكلش السمك، قلت لهم هي عدوى بقى عندكم كلكم ولا ايه يا ولاد؟ مع ان السمك حلو جدا ومغذي وكمان بينمي الذكاء وكمان في بقى هو الذكاء فايض بس احنا بنحب السمك. كده كده الذكاء رايح. طيب والناس بقى اللي بتقول بقى ان انا بحط السمك على القش، اولا القش ده نضيف واحنا طول عمرنا فلاحين وبنعمله كده، حد يطلع بقى ويطلع هيعمل فيها ذكي وفهيم وريني يا عسل ايه السبب بتشوي تحطيه على ايه؟ طول عمرنا من واحنا عيال صغيرين بنجيب القش نضيف، يعني الحمد لله يعني مش غباء من الواحده ان هي تجيب قش مش نضيف وتحط الحاجه اللي هي فيه. القش ده بنحطه طول عمرنا، ده قش الرز اللي احنا بناكله نضيف وزي الفل وابقى عينها عندي. اما باجي اشوي السمك بحط عليه ليه بقى؟ بيرفع السمكه من على الارضيه وميه التنيحه بتنزل على الارض ما تعجنش السمك. هتحطيه في مصفى، هتحط السمك في مصفى بيتعجن. ده شغلنا واحنا عارفين الحاجات اللي زي دي وما هياش جايبها بالشطاره، دي الست اللي بتعرف ايه يعني الحاجه تبوظ منها تصلحها والحاجه لا. يا ريت بس كده ايه بلاش الكفته كتير احسن ما يبقاش في الورد عيب. قالوا له يا احمد الخدام. انا حاطه هنا البطاطا فوق اهي زي ما انتم شايفين اهي. يلا نعلي الفرن فوق وتحت لحد ما يتحمر وبعد كده بنهد ايه عليه النار. نار يا نار يا نار قولي لي راحت فين النار؟ راحت عند اصحابها. طبعا بقى حبايب قلب عندنا السمك الشوى هو حطيته جهادي كده علشان برده لو في دم ولا حاجه يستوي كويس. ومعايا الصينيه ديت انا شوي عليها سردين قبل كده فهتلاقيها محروقه شويه، لا عادي فهي ديت بتاعتي. بعمل ايه بقى؟ بمسك السردين كده اهو برصه على الصينيه اهي وبعلي عليه النار فوق وتحت وما بقلبوش خالص وما باجيش جنبه. ليه بقى؟ بيبقى طالع عامل زي المقل كده وحلو وما بيتكسرش منك ولا واحده، لان السردين ده ضعيف وهيعذبك في التقليب. فانا عامله الصينيه دي للبساريه وللسردين البلدي اللي انتوا شايفينه ده اهو. عارفين ده كنا بنجيبه بقد ايه وما عملناش عايزين نقول اسعار. تمام. بمسكه ارصه زي ما انتوا شايفين اهو وبحطه في الفرن واعلي عليه من فوق وتحت. حطيت بقى السمك في قلب الصينيه في الفرن اهو وبعلي عليه من فوق وتحت ما باجيش جنبه خالص. وبعد كده اطلعه واملحه. ده السمك بتاعنا ملحته اهو وحطيته على القش. احنا فلاحين وبنحط احنا بعمل لكم زي ما بيتعمل عندنا يا جماعه. احنا لا بتوع فافي ومامي وبابي والكلام ده كله، احنا فلاحين وبنعمل كده وبنحط السمك على القش. ولو شفتوا قنوات كتير هتلاقوها بتعملها بنفس الطريقه. بقول لك ملقوش في الورد عيب. قالوا له يا احمر الخدين. يلا حبايب قلبي نحمر بقى السمك وكمان ههد النار واحط البطاطا بتاعتي تتشوي. كده حبايب قلبي اخر حاجه غسلت الفرن نضفته وهديت النار على البطاطا وسبت البطاطا زي ما انتم شايفين هي ايه تستوي. تعالوا بقى شوفوا السردين مفيش فيه ولا واحده مكسوره ولا واحده، حتى الصغيره اهي مفيش ولا واحده فيهم مكسوره اهي. شوفوا حتى قد ايه اهي. ليه بقى؟ وشوفوا لونه زي الفل. وده السمك بتاعنا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده تكمله فيديو السوق. طبعا عندنا سمك بقى او زي ما انت عايزه يوم السوق بتاعك ده بيبقى هده وبهدله بس بتملي بيتك خير طول الاسبوع. البطاطا هتتشوى وبعد ما تتشوى بتلفها في فوطه او تحطها في كيس وتكون مغطيه عليه. ليه يا زاهيه؟ بتجمر البطاطا، تيجي تشتري القشره بتاعت البطاطا بتلاقيها اتشالت وبتبقى معاكي ما هياش ناشفه. يا رب الفيديو النهارده عجبكم ونور رضاكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم.